السلام عليكم. النهارده هنعمل غدوة، ما اعرفش بقى في ناس بتحبها ولا لا، بس انا الحمد لله عندي كلنا بنحبها الا بنتي كبيرة. انا هنا زي ما انتم شايفين كبدة وكلاوي، كبدة مقطعاها طرنشات اللي هي اللي هعملها بالردة، وكبدة تانية مقطعاها عصافيري اللي هو هعمله بالثوم واللية والسمنة البلدي والمزاليكا والكلاوي. ماشي. بصوا بقى عشان تتحكموا، انا بجيبها حته واحده الكبده من عند الجزار، كبده بلدي ما بتتغسلش. انا ما بغسلهاش عن نفسي، هو متعارف عليه الكبده ما بتتغسلش. تتحكمي في تقطيعها. لو انت مش جايباها من عند الجزار بتاعك متقطعه، قطعيها وهي جامده، يعني طلعيها من التلاجة تسيبيها تريح مثلا كده نص ساعه او ساعه الا ربع، ما تخليهاش تسيح، وتعرفي تتحكمي فيها وتقطعيها. يلا بقى نشتغل ونسمي بسم الله. هنعمل بقى مع بعض تتبيله الكبده. بصوا انا بدبلها بميه بصل، عصرت البصله، هعصر عليها عصره ليمونه برضو، توم، طبعا كبده توم. ماشي. البصل عشان تاخدي الميه دي حلوه، لا تضربيها في الخلاط لا تضربيها حلوه قوي في الكبه. ملح. التوم ده الخلطه بتاعتي اللي احنا عملناها مع بعض، نعملها مع بعض. بحط توم اهو، كزبره، حبه كزبره، حبه كمون، وبس كده شكرا. مش هحط حاجه تانية غير كده. وساعات انا بحط عليها حبهان مطحون. هقلبها بقى كويس، بس هما دولت بس. وهنزل عليهم بالكبده، الكبده اللي انا مقطعاها شرايح عشان نقليها بالرده اهو كده. احطها وهقلبها كويس قوي اهو. كل الكبده اهي هخليها تاخد من الخلطه دي، واسيبها بقى ساعه اتنين زي ما انت عايزه. كل ما تقعد في الخلطه هتشرب منها وتبقى حلوه. يبقى هنا حطيت ميه بصل ومعاها توم، التوم بالخلطه. لو انت مش عندك طبعا توم بالخلطه يبقى فصين توم حلوين قوي عليها، وعصره نص ليمونه. انا عشان حاطه في الخلطه ليمون ما عصرتش ليمون، وملح وكمون وحبه كزبره ناشفه بس. شكرا كده. نسيبها بقى في التتبيله، كلي احلى كبده بالرده. بصوا بقى هنعمل ايه احلى كلاوي في الدنيا. انا عايزه مع الخضار بصل، بصوا بقطعها شرايح صغيره جدا عشان ايه يستوي رفيع. اهي كده خلصنا البصل. فلفل بقى الوان، عندك مش عندك يبقى فلفل اخضر. اهو عندي احمر واصفر واخضر، وطبعا الثوم ابو خلطه. بصل صعب قوي، حامي جدا. اهو بصوا ده اختياري، بس انا بحبه احط حتتين صغيرين كده بيبانوا الولاد ما ياكلوش، بس بيخلي الطعم تحفه. دي حاجات كلاوي. تمام. تعالوا نشوف بقى على البوتاجاز هنعمل ايه. كده انا حاطه الطاسه دي فخار جميله جدا، طبعا في الشتاء هتنفعنا. بصوا انا هحط معلقه سمنه حلوه، دي سمنه بلدي جميله. هسيبها لحد ما تسيح خالص زي ما انتم شايفين كده، عشان اضمن ان اللي معايا الطاسه سخنت قوي. اجرب كده بسم الله. سامعين الصوت ده؟ هنزل بقى كل الكلاوي اللي عندنا بسم الله كده. هننزل بيها نشوحها الاول مع سنه فلفل.
ماشي. نحط شوحها كويس قوي مع سنه الفلفل دي. سيبها بقى لما تتشوح خالص. تكون محضره جنب الخضار بتاعها. بصوا خلاص كده اهي. هنزل عليها بالبصل. عايزه بقى تحطي دبس رمان تبقى جميله. صويا صوص، بس قللي الملح اللي انت هتحطيه تبقى حلوه قوي. بصوا بين كل خضار وخضار هشوح سن كده بس. بعد كده هنزل بالفلافل. عايزين تحطوا طماطم ممكن نحط طماطم، ممكن ميه سخنه ننزل عليها بيها، مش هحط ميه ساقعه بس كده. التوم بتاعنا اهو، واقلب كويس قوي بس كده زي الفل. هنزل دبس رمان. بصي ما بنزلش بكتير، هي معلقه صغيره بس كده. ملح اهو، فلفل، كمون، حبة كزبرة بس. نقلبهم كويس لحد ما احس ان كله امتزج مع بعض اهو كده اهو. نقلب نقلب اهو. طريقة سهلة وجميلة جدا، جربوها الطريقة دي تاكلوا احلى طاجن عكاوي في الدنيا. اول ما اسمع صوت هو بقى بيعلى اروح حاطه ايه الميه وسايباها بقى تستوي اهو. عندي ميه سخناها. بصوا هي بتحتاج ميه كتير، يعني انا هكتر ما تخافوش. هتشرب الميه دي وهنشوفها في الاخر. وهضيف بعد ما ضفت الميه هضيف معلقه صويا صوص بس كده. هسيبها بقى مع نفسها تغلي ونرجع لما تستوي. رجعنا اهو بعد ما طاجن الكلاوي استوى بقى ايه جميل. بصوا حابه انت بقى هنعمله جنب حبه رز ابيض. الصوص ده بقى تحطيه على الرز يا نهار ابيض. بصوا جماله وحلاوته. والخضار استوى خالص خالص. معاه طبعا الزيتون بتاعنا ومعاه الطحينه وعيش بلدي وحبه رز ابيض. وكلي بقى احلى وجبه. ايه رايكم؟ بصوا بصوا حلاوته وجماله. الخضار كله استوى. طلب الاكيله. الكبده اهي. بصوا جمالها وحلاوتها طراوتها جميله جميله جميله. وعملنا سجق بالخلطه تحفه. والكبده العصافيري اهي. ايه رايكم بقى؟ ما اقولكوش. وريحتها مع الزيتون بتاعنا مع الطحينه جدا حلوه جدا جدا. الطحينه ماشي. ايه رايكم بقى في غدانا النهارده؟ ايه رايكم في الحلويات؟ ايه رايكم؟ بصوا طاجن الكبده وحلاوته. بصوا المزاليكا معاه جميل. عايزه اقول لكم ريحه تحفه مع عيش بلدي. بصوا الطحينه ولا جمالها.
الزيتون اللي احنا مخلينه مع بعض، السجق، تحفه تحفه تحفه. ده غدانا، تعالوا كلوا معانا بألف هنا.